الأمهات الجميلات صباح الهنا. بمناسبة الظروف الاقتصادية الحفاضات غليت على ناس كتير. تعالوا نحاول ندور على حلول. أولا أجيب حفاضات رخيصة أرخص شوية منين، وثانيا لو الحفاضات بقت صعبة جدا على ميزانيتي ولسه معاد البوتي تريننج ما جاش أعمل إيه؟ أرخص حاجة ممكن تجيبي منها هي قضاعي. قضاعي ده مكان في شبرا بيبيع المستلزمات اللي بيشتري منها الصيدليات، الشامبوهات، الحفاضات، حاجات كتير قوي. اي حد عنده صيدليه بيروح يشتري من قضاعي ويسعر عليه المكسب بتاعه. فانت لو روحتي القضاعي في شبرا لو ده قريب ليكي واشتريتي بكميات وخليتيها عندك، ده طبعا هيوفر معاكي جدا. تاني حاجه، لما بتجيبي الحفاضه من تجار الورقيات بتبقى ارخص نسبيا من ان انت تجيبيها من السوبر ماركتس الكبيره، بس خدي بالك من حاجه، اتاكدي انها الاصلي. يعني في بعض الاماكن اللي تجار الورقيات بيبيعوا حاجات بجوده قليله قوي، ساعات بيبقى بيبيع لك نفس الباكيته بنفس الاسم بس هي تحسي ان هي فرز تاني او مش هي نفس الحاجه، فلازم يكون حد متجرب مضمون انت عارفاه كويس وسمعته حلوه. نمرة 3 دي بالنسبة لي يعني عشان ساكنة في مصر الجديدة فهو حاجة عشرة جدا، سامي سلامة أو نجمة هليوبلس. ومش شرط هو على فكرة، هو في أنا أعتقد في حاجتين تبع يعني إخوات كذا محل وليهم فروع في كل حتة، وأعتقد فتحوا في التجمع وحاجات كده. هتلاقي نسبة الخصم اللي بتجيلك على الحفاضات أقل من برضو حاجات تانية. وكمان كازيون، وكازيون ده مش انا اللي بشتري منه بس في امه يعني بجد ربنا يكرمها حبت تفكوا انه لا كازيون ركزي معاه وركزي مع العروض، وليه ابلكيشن على الموبايل تطبيق فتقدري تتابعي العروض اول باول اول ما بينزل حبه حلوين. كلام سبيكينج اوف العروض بقى، طالما هنتكلم على العروض فانت عندك نون تركزي مع العروض بتاعتها. امازون في ناس ساعات بتلقط حاجات حلوه في وقت معين يكون منزل عرض تقوم جايبه كذا باكيته. طلبات مارت عشان هم فاتحين القسم بتاع السوبر ماركت بشكل عام قريب، فهتلاقي عندهم كده قابليه ان هم ينزلوا شويه في السعر في بعض الاحيان. كارفور برضو في وقت العروض. لو ابنك كبر في السن جربي تجيبي البانتس اللي هي الشورت او الكيلوت اللي الطفل بيلبسه بدل الحفاضه اللي بتتقفل، بيشيل اكتر بالذات في الشتاء. فهتلاقي نفسك بدل ما بتغيري مثلا في فتره معينه الفتره دي قادره تزوديها شويه لو الطفل مش ملتهب وتمام مفيش مشكله، لان هو بيشيل معاكي اكتر. بس هو عايز طفل وزنه حلو كده شويه عشان خاطر ايه ما يسربش. ولو سمحتي هاتيه مظبوط لان هو بيبقى اوسع من العادي. ففي امهات تجيبه اوسع من العادي وتقول لك ده وحش قوي ده سايب ده الطفل بيسرب منه. لا يا حبيبتي هاتيه مظبوط وبيبقى مناسب اكتر للطفل اللي بيحبي لانه انسيابي وارحم في تسريب الحفاض. طيب لو انا غالي عليا الحفاضات وما بقتش قادره، انا على بدايه الصيف بالذات لو الطفل اكبر شويه يعني سنه فوق سند نفسه يعني، اجيب الحفاضات اللي هي القماش اللي بتتغسل، بتبقى من بره مشمع عشان ما تسربش ومن جوه قماش عشان تتغسل. هتقولي لي هي سعرها غالي، ما هي سعرها غالي بس انت فكري ان انت لو جبتي 3 او 4 بقوا عندك وهم دول اللي بتستخدميهم معظم الوقت، ده اكيد ارخص بكتير من ان انت تجيبي حفاضه ورق وترميها. تجيبي حفاضه ورق وترميها يعني تمنهم كله مش هيقضي حفاضات شهرين، فهينفعوكي حبه حلوين. استخدميهم حسب سن الطفل وادراكه. في طفل خلاص قرب ان هو يقلع الحفاض فاقدر استخدمهم طول النهار وبالليل بس البس الحفاض العادي. ووقت مثلا في طفل بيقدر يقعد على التواليت او على البوتي وقت ما يجي يعمل الستول او البراز اعزكم الله، فممكن جدا في الوقت ده بس اقعده يعمل ونفضل طول اليوم مع البول وخلاص بالحفاضات القماش. في طفل تاني لسه بدري قوي فساعتها هتعتمدي على الحفاضات القماش في الحر فترة النهار لان البول بيبقى قليل، وهاجي مثلا من المغربية اقوم ملبسة الحفاضة فهي تشيل معايا شوية وساعتها هجيب كميات اصغر. يعني كل واحدة حسب ظروفها. في ناس بتفكر تقلع الحفاض دلوقتي من كتر الضغط، ده مش هينفع. اوكي صعب هيسرب كتير قوي. نمرة 2 لازم يكون سن الطفل يعني مستعد ان هو يقلع الحفاض. انا عايزة اقول لكم مفيش طفل قبل السنتين هيقلع الحفاض بسرعة، يعني ممكن من 1.5 سنة هو بيولوجيا جاهز انه ممكن يقدر يمسك المثانة، بس هو نفسيا وادراكيا والوعي والكلام بتاعه مش عارف يعبر عن نفسه ويلحق نفسه ويربط. فبيبقى احسن سن مش قبل 2 سنين. انا بتكلم للناس اللي ظروفها الماديه لا تسمح، اللي ظروفك الماديه تسمح استني لغايه 2.5 مثلا. صدقيني هيقولوا لك قلعيه بدري عن كده، بس انا بقول لك من التجربه هتقلعيه في سن حلو وهو فايق ومركز وبيعرف يقول لك هتخلصي في 3 ايام والله العظيم على التجربه.
هتقعدي تقلعي بدري بدري، هتقلعي وتلبسي وتقلعي وتلبسي، وهيعند وهتضربي وهتتخانقوا ومش هتوصلوا لحاجه. وعلى فكره حتى انواع الحفاضات كل طفل غير التاني، ده بيبقوا 2 اخوات، واحد بيرتاح على نوع واحد بيرتاح على نوع تاني، فما فيش نصيحه تتقال لكل الناس، كل واحده فيكم ليها ظروفها ادرى بيها. اللي شايفه انها ناجحه انها تقلع الحفاض وهو ابنها اصغر من كده بكتير، انا مش ضدها، انا هكره. ربنا يبارك فيكم ويقويكم. لو سمحتي قوليلي لو في مكان تاني انا ما قلتوش، او لو في عروض انت شايفه انها فعلا بتساعدك، لانه فعلا الناس كلها محتاجه في الوقت ده حد يدعمها. ولو الفيديو ده كان مفيد واداكي افكار، لو سمحتي، انا مش عاده ما بقولش اعملي شير والله، ولا لايك ولا الكلام ده خالص، بس الموضوع ماديا بيبقى مرهق جدا للناس، فلو هيساعد حد اعملي له شير، او حتى اكتبي المحتوى اللي فيه في بوست. وانا برضو على فكره كاتباه وبعيد نشره كتير، بس الفيديو بيوصل للناس اكتر. ربنا يقويكم يا رب ويبارك في الولاد.